في وقت كده بتحس ان الدنيا وقفت، مهما تحاول ترتاح في حاجة دايما ضغطاك. شغل، بيت، اهل، مسؤوليات، دراسة، او حتى نفسك وطريقة تفكيرك. بس السؤال المهم، هل ده طبيعي ولا انا خلاص طاقتي بتخلص؟ النهاردة هنتكلم عن إدارة الضغوط النفسية، مش بمعنى إني أهرب منها، ولكن بمعنى إزاي أتعامل معاها، أفهمها، وأرجع أتحكم في حياتي بدل ما الضغط هو اللي يتحكم فيا. قبل ما نبدأ عايزاك تجاوب على سؤال بسيط. لو دلوقتي جسمك بيقولك كفاية، هتسمعه ولا هتكمل كأنك إنسان آلي بالظبط؟ يعني إيه ضغط نفسي؟ الضغط النفسي هو استجابة جسمك وعقلك لأي موقف بيحس فيه بالخطر. مش شرط الخطر يكون فعلي، لكن هو ممكن يكون مجرد إحساس بإني بفقد السيطرة. مثلا طالبة جاية بتقولي أنا مش قادرة أنام، كل ما أقعد أذاكر بحس دماغي هتنفجر. ولما سألتها اكتشفت إن السبب مش المذاكرة نفسها، لكن فكرة إنه لازم أنجح بأي تمن، وإلا الناس اللي بيحبوني هيزعلوا مني. يعني المذاكرة مش هي الخطر الحقيقي، ولكن الخطر هو طريقة التفكير اللي هي بتفكر بيها. الجسم بيفهم الضغط إنه تهديد، وعشان كده بيفرز هرمون كورتيزول وأدرينالين، وده بيأثر على النوم والتركيز والشهية وكمان العلاقات. مش كل الضغط وحش، في نوع اسمه الضغط الإيجابي اللي بيخليني أتحرك وأنجز. بس المشكلة لو الضغط زاد عن الحد هيتحول لعبء مش دافع. على سبيل المثال، ضغط إيجابي إن أنا بحضر نفسي للامتحان، أو بحضر نفسي عندي مشروع بخلصه وبعمل ده بحماس ومبسوط. الضغط السلبي هو القلق والتوتر، فقدان الطاقة والإحساس بالفشل. كان في دكتور أعرفه كان دايما شايف إنه لازم يكون كامل في كل حاجة، لدرجة إنه كان بينام ساعتين بس في اليوم، وبعد فترة جاله تعب في القلب. لما اتكلمت معاه قال لي أنا كنت فاكر إن الضغط هو اللي هيخليني أنجح، وهو ده إن أنا بنجز وبحس بقيمتي عن طريق كده. قلت له الضغط المستمر مش دليل النجاح، ده إنذار خطر إن أنت نسيت نفسك للأسف. إزاي نعرف إننا تحت ضغط؟ في علامات جسدية زي صداع مستمر، خمول، مشاكل في المعدة، في القولون، شد في الرقبة وفي الكتاف. وفي أعراض نفسية زي سرعة الغضب، عياط من غير سبب، تشتت ونوم مضطرب. وأعراض في الطاقة بتاعتك إن أنت حاسس إن أنت طاقتك بتخلص بسرعة، حاسس نفسك صعب، وحاسس دايما إن أنت عندك خنقة في رقبتك. عشان كده أنا بدعوك للحظة وعي. لحظة وعي ديت عايزاك تقف معايا ثواني كده، تاخد نفس عميق وتسأل نفسك هو أنا ضاغط نفسي ليه؟ أنا ضاغط نفسي ليه؟ عشان أرضي مين؟ عشان أثبت إيه؟ خطوات إدارة الضغط. أول خطوة، اعترف إن أنت مضغوط. مش ضعف إنك تقول أنا تعبت، دي أصلا أول خطوة للعلاج. كان في مرة كانت دايما بتقولي أنا لازم أكون قوية عشان أولادي. قلت لها القوة مش إنك ما تتأثريش، القوة إنك تعرفي إمتى تحتاجي راحة، لأن ولادك محتاجينك، فعشان كده أنت محتاجة تكوني كويسة عشانهم. الخطوة التانية، اعرف مصدر الضغط. هل الضغط اللي انت فيه ده سببه الشغل؟ هل سببه العلاقات؟ هل سببه تفكير زيادة؟ واكتب ده في ورقة، مجرد الكتابة بتقلل العبء كتير. الخطوة الثالثة، نظم وقتك. مش كل حاجة لازم تتعمل النهاردة، ولو كل حاجة أولوية يبقى مفيش أولوية. ركز كل يوم إن أنت تختار 3 حاجات بس اللي هي لازم تتعمل، وخلي الباقي وقت ما تكون قادر تعمله. الخطوة الرابعة،
مارس التنفس الواعي. خد نفس شهيق لمدة 4 ثواني واحبسه لمدة 4 ثواني على قد ما تقدر، وبعدين طلعه لمدة 6 ثواني. كرره كل ما تحس ان انت خلاص مش قادر تستحمل. الخطوة رقم 5: قلل الدوشة في حياتك. مش لازم كل رسالة ترد عليها، ومش لازم كل مشكلة تحلها. اوقات العزلة بنحتاجها، وده مش معناها ان انت كده ضعيف، ده عبارة عن صيانة للجهاز النفسي بتاعك. الخطوة رقم 6: العلاقات الآمنة. يعني ايه العلاقات الآمنة؟ ابعد عن الناس اللي بيسحبوا طاقتك، وحاول تقرب اكتر من الناس اللي بيطمنوك. الخطوة رقم 7: الدعم النفسي. في وقت انت لما تحس ان انت محتاج مساعدة، ده مش معناه ان انت تحس بوصمة او عار، ده وعي. زي ما بتروح لدكتور لو عندك ألم في صدرك، لو عندك ألم في بطنك، روح لمعالج لو عندك ألم في روحك. كان في أم ل3 أولاد، شغلها وبيتها وأهلها كلهم بيعتمدوا عليها. في يوم دخلت عليا وقالت لي: أنا مش حاسة بنفسي خالص، بنام وبصحى مش فاكرة أنا مين. اشتغلنا مع بعض على حاجة واحدة بس، إنها تبدأ تقول لأ، لأ لأي حاجة فوق طاقتها. بعد شهرين الست دي بدأت تضحك تاني، وبقت أحسن، وبقت بتشرب القهوة بتاعتها في البلكونة بروقان من غير ما تحس بالذنب. المسؤوليات بتاعتها ما قلتش، بس هي بقت أقوى منه. هقولك على شوية تمارين تساعدك على إن أنت تقلل من الضغط النفسي. أول حاجة تمرين الكتابة بالتفريغ. يعني إيه الكتابة بالتفريغ؟ يعني إن أنا بفرغ مشاعري بالكتابة، وده هيساعد كتير على إني أحسن من الضغط النفسي جواي. تمرين رقم 2: دايرة السيطرة. هترسم دايرتين. الدايرة الأولانية هتكتب فيها الحاجات اللي تقدر تتحكم فيها، والدايرة التانية هتكتب فيها الحاجات اللي انت ما تقدرش تتحكم فيها دلوقتي. حاول تركز على الدايرة اللي تقدر تتحكم فيها. تمرين رقم 3: الدقيقة الصامتة. كل ساعتين خد دقيقة صمت، ما يكونش فيه موبايل، ما يكونش فيه تفكير، يكون بس مجرد انك بتتنفس بس. الضغط النفسي مش هينتهي، لكن إدارتك ليه هي اللي بتحدد شكل حياتك. لو حاسس ان انت محتاج تمشي خطوة أعمق وتتعلم بالأدوات اللي فعلا تغير حياتك، سجل دلوقتي في كورس إدارة الضغوط النفسية المسجل اللي عملته مخصوص ليك. هيساعدك كتير تستعيد توازنك النفسي خطوة بخطوة، لأنه فيه تمارين عملية وملفات كمان هتوصلك فيها كل التفاصيل. اللينك موجود في وصف الفيديو. افتكر دايما انك اهم مشروع في حياتك، ومفيش نجاح يستحق انك تخسر نفسك عشانه.